إذا تحبون التحليات الطبيعية بدون سكر هذا الفيديو إلكم. حلاوة تمر بالمكسرات والراشي، طاقة وفائدة وطعم غني، وصفة طبيعية وتشبع بدون تأنيب ضمير. فخلونا نصلي على محمد وآل محمد ونبدي هالوصفة خطوة بخطوة. عندي هنا كيلو من التمر. هاي النوعية اللي أشتريها تكون خالية من النوى، يعني أكيد منظفيها من النوى. إذا تشترون نوعية بيها نوى لازم إزالة النوى. بمقلاة وعلى حرارة وسط راح أضيف ملعقتين يا أما زيت أو زبد أو دهن حر، وراح أضيف التمر وأقلبه على حرارة متوسطة إلى أن يطرى. وبعد ما يطرى راح أضيف ملعقة طعام من الهيل المطحون، وراح أضيف نص كوب لكل من مبروش جوز الهند، الفستق الحلبي، اللوز، الجوز المبروش والسمسم المحمص، وكوب من الراشي. اللي يسأل شنو هو الراشي هي الطحينية. راح أطفي الحرارة وأقلب المكونات إلى أن تتماسك. هسه صارت وياي عجينة متماسكة. هاي العجينة راح أخليها بقالب وأضغطها بالإيد بصورة جيدة. وللتزيين راح أستخدم فستق حلبي مطحون، راح أرشه على السطح وأضغطه بالإيد حتى يلتصق الفستق بالتمر، وأيضا راح أضيف سمسم محمص وأيضا أضغطه بالإيد حتى يلتصق. أمسح القطاعة بقليل من الزيت وأقطع الحلاوة. وهيج صارت عندنا تحلية طبيعية مغذية ومليانة طاقة، بدون سكر مضاف وبدون مواد مصنعة. جربوها وحفظوا الوصفة لأن راح تعيدوها أكثر من مرة، وبالعافية عليكم.